طيب، اهلا بيكم. لو برضه الانفايرمنت عملت اتغيرت تاني. والله انا مش ببقى قاصد يعني اخلي الموضوع بيتغير كتير اوي كده، بس بطبيعة الشغل والحاجات دي كلها، يعني مش على طول، يعني يوجي بعرف اسجل لما اكون مسافر او مثلا يعني اجازة حاجة زي كده يعني. يعني الحمد لله دلوقتي في المدينة المنورة، فقلت يعني يمكن يجيب بركة في الفيديو يعني. ف عموما، أم، حبيت يعني استغل الوقت وانا هنا، فكنت عايز اشرح شوية عن توبيك مهم جدا اسمه السبورت فيكتور ماشين، عمهم الكبير. يعني لو حد فيكم، اي حد سمع ماشين ليرنينج، هتلاقي من الميثودز اللي مشهوره قوي بتتقال هي السبورت فيكتور ماشين. طبيعة ان هو فيري بوبولار، ويعني برضو يعني شبه الراندوم فورست وكده لما كنا بنتكلم عنهم زمان. يعني بيقال عليه ان هو من البيست اوف اوف ذا شيلف مودلز. معنى ان هو موديل تاخده ترميه على اي داتا، وهو غالبا بيديك اكيرسي كويسه ومقبوله حتى من غير تيونينج او حاجات زي كده يعني. طيب، خلينا نبدا نشوف يعني ايه هو فكرته، يعني ايه الانتويشن اللي اتبنى عليه السبورت فيكتور ماشين. فهندي اكزامبل كده بسيط. هنقول عندنا شويه بوينتس كده، ماشي، ودول كلاس، ودول بس عشان بقى النقط مش مظبوطه قوي، بس قشطه يعني. فانا بقى عندي بقى لك السؤال هو: مين فيهم اللاين الأحسن؟ اللاين ده ولا اللاين ده؟ طبعا هو يعني ما ظبطوش معايا قوي يعني، بس انتوا اظن فاهمين الفكره يعني. مين في التو لاينز دول؟ اللاين الابيض ده الازرق بس قشطة يعني، ولا اللاين الابيض؟ مين فيهم يبقى كلاسيفاير احسن؟ الفكره هنا ان يعني زي ما انتم شايفين التو لاينز اكشلي بيسيبريتوا الداتا بيرفكتلي، يعني من ناحيه كلاسيفيكيشن ايرور اللي احنا متعودين نتكلم فيه لحد دلوقتي. هما الاثنين ما عندهمش لوس او ما عندهمش ايرور، يعني الاثنين جايبين كل النقط مظبوط. ولكن I think كلنا ممكن نتفق ان في لاين هنا هو الاحسن. اي واحد فيهم. I think ان انا ممكن ارجيو ان الازرق احسن شويه. ليه؟ عشان لو بصينا على الازرق نلاقي ان هو الديستنسز، خليني اعملها بالازرق عشان تبقى بالازرق. الديستنسز بين اللاين والنقط، اوكي، هكذا. طبعا انا مش هعمل كل النقط يعني، بس النقط اللي اقرب يعني هلاقي الديستنسز دي لو قارناها بالديستنسز بتاعت الابيض، آه هكذا. اوكي، فاهمين الفكرة يعني. هنلاقي ان يعني الديستنسز ممكن ندي ارجيومنت ان الديستنس بتاعت الازرق جنرالي اكبر. مش هقول لك ان كلهم اكبر، يعني زي ما انتم شايفين بروبلي او خدتوا بالكم، النقطة اللي هنا دي، اللي هي الخط ده بتاع الابيض، هو غالبا اطول خط في كل الخطوط كلها. يعني هو الابيض يمكن عنده اكبر ديستنس، ولكن احنا بيفرق معانا ايه؟ ان احنا نشوف اقرب نقطة. اقرب نقطة هنا هتبقى غالبا النقطة دي، اللي هي هنا دي. الديستنس بتاعتها اللي هي ممكن نقول قد كده يعني. لو قارناها بأقرب نقطة للخط الأزرق، اللي هي غالبا يعني ممكن دي، هنلاقي ان دي الديستنس بتاعتها عاملة كده تقريبا يعني. طبعا انا بحاول يعني انا المفروض إن الحاجات دي تتقاس يعني بارقام يعني، بس الايديا ان الديستنس بتاعت الازرق لاقرب نقطة الازرق اكبر من الديستنس بتاعت الابيض لاقرب نقطة الابيض. اتمنى يكون ده واضح يعني. فده معناه ايه؟ ان احنا كده بنبرايورتايز، او احنا يعني جنرالي بنحب ان اللاين بتاعنا يكون ال المارجن، وهو ده الكلمه الكيورد اللي نقعد نتكلم فيها حبتين ثلاثه يعني. المارجن بتاع
اللاين بالنسبه للنقط اللي حواليه يبقى as big as possible. ايه هو المارجن؟ خلينا نرسمها في حته تانية كده. let's say لو عندي شويه نقط هنا وشويه نقط هنا، اوكي، في لاين ممكن اعمل لاين عامل كده، وممكن اعمل لاين عامل كده، وممكن اعمل لاين عامل كده. التلاتة الايرور بتاعهم كلاسيفيكيشن ايرور هو زيرو عشان كلهم بيصيروا النقط بيرفكتلي. ولكن هنلاقي ان لو احنا بصينا على اللي احنا بنسميه المارجن اللي انا هرسمه دلوقتي، اللي هو الحتة دي بالنسبة للخط اللي فوق، طبعا هو الناحية التانية المارجن بتاعه كبير، هيبقى الجزء ده كله والمارجن بتاعه من ناحية حلو. ولكن احنا المارجن بتاعنا على طول بيبقى equidistant من اللاين، بمعنى ان هو لازم يكون، يعني لو على طول بناخد المارجن الاصغر هو ده الريفرنس بتاعنا، يعني لو ده الاصغر فكأن المارجن بتاع اللاين عامل كده، يعني احنا بنعتبرها كده عشان في الاخر يعني انا عايز المارجن يكون حاجة زي حتة حوالين اللاين ميبقاش فيها اي بوينتس. انا عايز حتة كده تفصل التو زونز عن بعض، عشان كأنك بتسيب مسافة، يعني كأنك مثلا انا عايز احجز بين كلاس 0 وكلاس 1، بس عايز اميك شور ان انا عندي مكان عشان لو عندي نقطة بقى جديدة في الجنراليزيشن. دلوقتي انا بحط مثلا ان برودكشن او كده، فدخل نقطة جديدة، فانا مش عارف النقطة الجديدة تبقى فين، فانا عايز السبيس اللي تكون للناحيتين تبقى يعني فيها مسافة حلوة، عشان لما اجي سيبريت يبقى عندي سيبريشن كبير. اتمنى يكون ده يميك سنس. فاحنا لو بصينا على الثلاث خطوط دول هنلاقي ان احسن لاين هو اللي في النص، اللي هو المارجن بتاعه يعتبر هو كأن الاريا دي والاريا دي، يعني ممكن حتى يعني جس حاجات حلوه يعني ظريفه ان التو لاينز دول اللي هو من هنا لهنا ده المارجن بتاع اللاين اللي في النص، وده اللي احنا عايزين نحاول نكبره as much as possible. فهو دي فكره السبريد فيكتور ماشين، يعني ده الانتويشن، مش هقول دي الفكره بس ده الانتويشن بتاعه، ان احنا دلوقتي مش عايزين بس نعمل لاين يفصل التو كلاس عن بعض، احنا عايزين نعمل لاين يفصل كلاس عن بعض برضو، يبقى ده برضو بالنسبه لنا فاكتور كبير، ولكن برضو عايزين يكون اللاين ده عامل اكبر مارجن بوسيبل بحيث يكريت اكبر سيبريشن ما بين الكلاسز بتاعته. حلو. فهي دي البيسك ايديا خالص بتاعت الاس في ام.